في الجهة اليسرى، خطير 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 خطير، وكذلك الكرة الأخرى التي يتصدى لها خطير، أمر خطير. أوه هذا وين راح؟ أنا سالف وحالتي حالة هاشمي، وما بين بغداد بنجاح، الاثنين ورا في عالم آخر. لكن شو اللي جرى ما بين الاثنين؟ شو اللي جرى؟ هل هذا عملية المسك ما بين الاثنين من برا جايين لداخل؟ ايش راح اراكي عبد الرحمن الجسم قال له تعال، وهو قال له ركله جزاء للشمال. هذه عاداتنا، هذه عاداتنا. هناك مسك وبيض. الهدف الثاني بالنسبة لبغداد، هل يفعلها بغداد ويسجل بغداد هنا؟ طبعا بغداد وركلات الجزاء عادة الزاوية اليمنى. الكرة الآن تلعب وبالفعل يسجل بغداد بنجاح في الزاوية المفضلة، يسجل ثاني أهداف الشمال من علامة الجزاء في مرمى يوسف حسن في الكرة الماضية. إذا بغداد يعود مرة أخرى ليسجل ثالث أهدافه هذا الموسم وثاني أهداف الشمال أمام النادي العربي من علامة الجزاء. يضع الكرة في الزاوية المحببة بالنسبة له، هي الزاوية اليمنى، معلنا عن تقدم الشمال للمرة الثانية في هذه المواجهة. 2-1 أسد. ولكن ركلة جزاء تأتي الماضية ما بين الحسين الهاشمي وكذلك بغداد.